بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصلاة في الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي الأزهري. الصلاة، طبعا الصلاة جمعها صلوات، وهي لغة الدعاء. يبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مش حد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركعتين زي المتخلفين يقول لك عندكم في الدين الإسلام صلى مش عارف إيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ربنا يصلي على النبي. فده فهم عقيم للغة. فقبل ما حد يتكلم لازم يتعلم. في قاعدة: قبل أن تتكلم لابد عليك أن تتعلم عشان تعرف تتكلم. لكن أغلب الناس اللي هم مش مسلمين وداخلين قال هم يعني إيه، يعني لاقوا بقى اللي ما حدش لاقي يا جدعان، واوعى يا جدع وبتاع، ده كلام فارغ وعالم جهلة مش فاهمين أي حاجة. فلابد أنت عايز تتكلم وتعمل حوار جميل جدا، حوار بين عسل، تعالى حبيبي في ملعبنا ونشتغل. لكن أنت مش عارف لغة وتيجي تطخ، يبقى ما تطخش، تعلم الأول. يبقى الصلاة يعني إيه؟ أعمل حاج دعاء، مش كده؟ اقول لك صلي لي يعني تاخد لك ركعتين للشيخ محمد عبد الله، لا يا ادعي لي في اللغه، ماشي؟ طيب، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ادعي لهم ان صلاتك سكن لهم، مش كده؟ يبقى مش روح تصلي لهم ركعتين يا محمد. يبقى الفهم العقيم اللي بس يبحث في اللغه، لذلك ما حد يقدر يفسر اللغه. يعني كانت في بنت من الناس اللي هم بيحاولوا يعيشوا الدور كده وسايبين الاسلام واحنا مش عارف ايه، طيب، وتقول لي انا بفسر القران، يا سلام. هي اصلا مش عارفه تتكلم عربي ولا عارفه تتكلم حتى تقول كلمتين على بعض ولا تكتب حاجه لغه عربيه صحيح هتتكلم. فالتفسير ليه ادوات، من ادوات تفسير اللغه والبلاغه، وعندك الاحاديث، وعندك كل ما يتعلق بالبلاغه اللغويه، وكل ما يتعلق باللغه العربيه، والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، شغلانه. فمين يقدر يفسر كلام ربنا الا لما يكون معاه ادوات يشتغل بيها؟ انت دكتور، حضرتك ادواتك بتشتغل بيها الحاجات خاصه بالطب. ده مهندس، ادوات يشتغل بيها. حضرتك بتاع لغه، ادواتك ايه؟ مش شاكوش وبتاع مسطرين وبتاع، لا، حضرتك ادوات تشتغل بيها. يبقى عندك علم في التفسير. في التفسير طبعا بيتميز ان انت بتحتاج فيه ايه؟ اللغه والادب والبلاغه والحديث والصحيح والضعيف والمعتل والمش عارف ايه، والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. موال كبير. فاحنا بصمجيه ركع هنروح نفسر قران، والناس يقول لك انا قراني، واللي كانوا بيفسروا مش احسن مني بشيء. ده انت تعبان في دماغك، انت تعبان في دماغك. اللي قلت كده تعلم الاول وبعدين بتكلم، تمام؟ يبقى يعني اي ادعو لهم. ولتضمينها معنى التعاطف عديت بعلى شرعا اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير. الصلاه افعال واقوال مفتتحه بالتكبير منتهيه بايه؟ بالتسليم، بشرائط مخصوصة. يعني مش أي حاجة، في شروط الصلاة. أتوضى وبعد كده أجهز وبعدين أقف وبعدين أكبر وبعدين مش عارف إيه، هشوف أركان وبعدين هشوف فرض وبعدين هشوف سنة. فده كله تركيب الصلاة كلها على بعض. يبقى لازم الحاجات دي كلها تتوفر. وثم ذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقا، الاسم الجزء على اسم الكل. حكمها فرض عين، يعني ما فيش حد ما يصليش. حكاية الصلاة دي ما فيش حاجة اسمها معلش أصل أنا كنت تعبان. لا، كنت تعبان صلي قدر المستطاع. في السنة قاعد قايم براحتك، لكن في الفرض تقوم غصب عنك. وقوموا لله قانتين. كان الصحابي يتهادى بين الصحابين في الصلاة، فما ينفعش ان انا اقعد في صلاة الفرض، وبيحصل كتير جدا. والناس قاعدة تعبانة، لو كان بيلعب ماتش كورة وتعب شوية ولا حاجة، ده كلام فارغ طبعا. طيب، الصلاة المفروضة ودليلها. لما بدأ المصنف بالمكتوبات؟ وكم عدد الفروض؟ هي قد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل. الفرض عليك الأول، المكتوب عايز سنة براحتك، صلي طول الليل، صلي سنن ونوافل، أنت حر. لكن ما تسيبش الفرض عشان أصلي النفل. ما اقعدش أصلي طول الليل وأروح نام قبل الفجر. يبقى أنت مش شاطر قوي تصلي لي سنة وتيجي في الفرض تنام، يبقى أنت مش فاهم حاجة. ليس عندك فقه واقع وفقه انك تفهم ايه الدليل وايه الفرض وايه السنه وايه المستحب وايه المكروه. ازيك يا جميل؟ طب الدليل: واقيموا، طالما الكلام بالامر يبقى بالوجوب. اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه. يبقى طالما بالامر اقيموا، اتوا، فيه لفظ الامر، خلاص في الحاله دي اقيموا. يبقى الصلاه ايه؟ مستحبه؟ لا طبعا، يبقى هنا فرض. أي حافظوا على ديان بإكمال واجباتها وسننها وأدبها. طيب، قال تعالى: إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما اجمعهمش الواجب غير الفرض عند الأحناف. خلاص، الأحناف بيختلفوا. الأحناف ليهم مدرسة خاصة في الأصول. طب هي لو ده واجب بدل فرض عادي؟ اكتب، هو هيعديها لك، لكن لأنه بالنسبة للواجب والفرض عند الشافعية مفيش مشكلة.
لكن عمك الحاج ابو حنيفه ليه في الالفاظ نفسها في الاصول الفقه ليه شويه حاجات خاصه بيه هو. ماشي. يعني مثلا الباطل والمنسوخ والمش عارف، لا ليه الحاجات التانية، والفاسد، البطلان والفساد مختلف عنده خالص. عند الائمه التانية البطلان هو الفساد، لا عند ده يقول لك لا، البطلان لا يصح باي شيء تاني، ما تنفعش تعدله الا تجيبه من الاول. الفساد لا، ممكن لو في حاجه فاسده تصلحها يبقى زي الفل. زي الجواز ما فيش شهود، طب بقى شهود خلاص بقى زي الفل تمام شغال. فاهم؟ فطالما في حاجه تتصلح ينفع يعني نشتغل بيها، ما ينفعش. لكن بطلان عنده على بطلان خالص ما تنفعش. فاهم كده كويس؟ فاهم كلامه؟ فالاحناف غير الشافعيه. الشافعيه لهم ايه يعني مفيش مشكله عندهم، الجو واجب زي الفرض. من السنه فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. قول تعالى الأعرابي حين سأله هل علي غيرها قال لا، قال إلا أن في الحالة دي بقى تطوع. يعني أنت عايز تتطوع زيادة، تصلي ركعتين سنة، تصلي قيام، تصلي نفل، تصلي مش عارف إيه اللي يعجبك، سنة وضوء، سنة تحية مسجد، سنة سجدتين، أي اللي يعجبك أنت حر بقى. لكن ما سيبش الفرض على أساس السنة. ما اقعدش اصلي بالليل والبتاع تاخدني الحميه تاخدني والاذان يجي اول ما توشيح الفجر تيجي اروح نايم. بس انا تعبت والله كنت بصلي قيام الليل يا ولد والفجر. ما تضيعت الفجر انت كده وعفت ما شاء الله عليك عابد لله، لا تضيعت الاصل وبجاي تمسك في الفرع. لا صل الفرض الاول ثم بعد ذلك ان استطعت ان تستزيد من الطاعات النوافل مرحبا واهلا وسهلا. صلي العشاء وصلي ركعتين 3 4 5 6 اللي يعجبك بعد صلاه الايه؟ بعد العشاء. قبل الفجر قوم مثلا بدري شويه نص ساعه وثلث ساعه صلي لك ركعتين 3 وادعي وصلي الفجر، يبقى انت كده تمام. لكن ما سيبش الفرض على اساس النفل، ما ينفعش، او السنه. طيب قوله لمعاذ حين بعثه اليمن اخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم ايه وليله. اما وجوب قيام الليل فمنسوخ في حقنا، حق النبي بس. يبقى النبي هو اللي يقيم الليل فرض عليه. احنا شوف رحمه ربنا بينا، لو كان فرض ان احنا نقيم الليل يا عم الحاج، ده احنا كنا اذا كنا بنصليش فرض ربنا هنروح نصلي قيام الليل ويبقى فرض علينا، تبقى مصيبه، كنا هلكنا كلنا. فربك رحيم بينا وعارف ان احنا يعني مش قد الكلام ده. فانت قادر صلي، مش قادر ما تصليش. لكن مش تاخدها والشيخ قال مش قادر مش هصلي الحمد لله. يا اخويا حاول اجتهد، يعني استعين بالله وربنا يعينك. خلاص. الاجماع، وطبعا الاستاذه اللي كانت بتناقشني قبل كده تقول الاجماع مفيش اجماع فيها، مش اجماع ده انت متخلفه، ده مصدر مصادر التشريع الاجماع، وفي كتب مصنفات مخصصه في الاجماع. ودي تقول لي مفيش حاجه اسمها اجماع. ولما في الاخر قعدنا نتحاور هي بتتكلم مع ناس ما عندهمش اي قواعد في العلم خالص، فعماله تديهم على دماغهم. والصفحه مش قاعد داخله صفحه كده ناس كلها ما عندهاش اي خبره في اي حاجه ولا علم. وعمال لما دخلنا اتكلمنا مع بعض بقيت اجيب لها خد اجماع اهو، ادي كتب في الاجماع. فبدات مع مرور الحوار خلعت وزهقت. فاهمني؟ فلازم انت على الاقل يكون عندك اساسيات دينك. يعني ايه مفيش اجماع؟ يا سلام، ده مصادر من مصادر التشريع الاجماع. يبقى اجمع، او الاجماع عندنا هو متى فرض صلاه وقد هنا خلاص اجماع. يبقى بالاجماع يعني ايه اجماع؟ في عندي اجماع سكوتي واجماع طب في ناس امه من المسلمين اجتمعوا واتفقوا، انا قلت كلام وفي الترابيزه دي عليها 20 واحد عالم. طبعا انا مش عالم، انا بتكلم مثالي يعني. فالناس كلها انا قلت كلام وكله اقر كلامي، هذا اجماع سكوتي. خلاص. طب انا اتكلمت وراح كل 5 6 اتكلموا، فالخمسه 6 دول وانا واحد جنب يوم ناس علوا صوتهم واتكلموا ناقشوني واثبتوا وجهه نظرهم، بدا اجماع في القعده اللي احنا قاعدين. يبقى احنا اجمعنا كلنا على راي معين. طيب الجمهور لو مجموعه اغلب، يعني مثلا لو عندي 4 مذاهب في 3 اتفقوا ضد مذهب واحد في راي معين، بس يسمى ايه؟ يسمى الجمهور. لكن الاجماع كله اجمع على هذه المساله. احنا كلنا اجمعنا على الموضوع ده. تمام. انا قلت كلام كلكم اجمعتوا. قلنا مساله اتناقشنا كلنا واتفقنا كلنا على راي في النهايه، ده اسمه اجماع، اجمعنا عليه. فاهم يا جميل؟ فهمنا الكلام ده عامل ازاي؟ طيب. فرضت الصلاة امتى؟ ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة وقيل ب6 أشهر. طب مواقيت الصلاة إيه يعني هنحددها ازاي؟ انا حاجه كده بمزاجي اروح مصلي بمزاجي في اي وقت يعجبني اروح مصلي الظهر. انا لسه هستنى الظهر يا عم صلي، مش كله صلاه، ربك رحيم يا عم، اخبط الظهر على العصر يلا ودي ايه ده؟ مين قال كده؟ كل صلاه ليها وقت محدد. طب انا كان ايام ساعه اقول لك وقت محدد واقول لك فين يا عم الحاج؟ وكان في ساعتها ساعه ايه؟
الدنيا كلها كانت ماشيه بظواهر طبيعيه. الشمس هتبقى عموديه، بعد كده الظل هيبقى قده مرتين، بعدين الزوال، وبعدين الشفق الاحمر، مش عارف الشفق الاحمر والزوال ومش عارف. ففي ترتيب في الكون. ناس زمان ما كانتش معاها ساعات، وكان يطلع عمك الحاج عبد الصمد على المغرب، اول ما يجي يطلع على الجامع فوق ويقعد يدم بصوته، مفيش لا ساعه ولا منبه ولا ما ادفع الافطار ولا كلام من ده. كانت الناس زمان بتطلع تأذن فوق المباني. خلاص، يبقى اذا الموضوع ده معروف بالطبيعه اللي حوالينا. طب نعرفها ازاي؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. اول حاجه الاصل في الموقيت سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا. يبقى ايه المسميات اهو؟ قال ابن عباس في معنى الايه اراد بحين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاه الصبح، وعشيا العصر، وحين تظهرون صلاه الظهر. قوله صلى الله عليه وسلم امني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. يبقى الشمس واقفه عموديه، هتبدا تنحرف الظل. لو انا عندي عمود كده والشمس فوق، اتكلم يا زين اتكلم. لو انا الشمس عموديه هيبقى الظل تحت هنا، اما يبقى قد العمود مقياسا في الارض. ما الشمس بتلف فيحصل انعكاس للعمود اللي انا موجود او اي حاجه، هيحصل انعكاس. الانعكاس ده قده مره وبعدين مرتين يبدا العصر، وبعدين يروح الظل خالص وتبدا يبدا وقت المغرب، دخول المغرب. بعدين الشفق الاحمر خلاص يخش العشاء. منتصف الليل خلاص الدنيا خلاص ظلام حالك، يبدا الايه؟ الفجر. يبدا الفجر بقى مع حاجه اسمها ايه؟ الظلام الدامس، وبعدين البصيص من الضوء الابيض. يبدا بعد كده يحددوا الايه؟ يحددوا الفجر. وهلم جرى. ماشي يا عمي؟ وكان الفيء قدر الشراك والعصر حين كان ظله اي شيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما صلى الغد جه الصبح يعني صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، يعني الظهر ظله كان مثله، يعني العمود قده مرتين خلاص، مثله مره وبعدين مرتين ينتهي. والعصر حين كان ظله مثليه، يعني اول ما تبقى العمود ده مساحه الظل في الارض قده مرتين، يبقى هنا عمل يا عم الحاج عمرو، يبقى هنا يبدا وقت العصر. خلاص يا جميل كده. والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء ثلث الليل، والفجر فأسفر. وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود وغيره. طيب اذكر ما قاله الشافعي في معنى صلى بي الظهر حين كان الظل مثله. ايه قال بقى الإمام بتاعنا اللي احنا ماشيين على منهجه؟ طيب قال الشافعي صلى بي الظهر حين كان ظله أي فرغ منها حينئذ، كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. يعني صلى في الوقت اللي كان فيه الظل ده، زي ما بقول ايه؟ الظل مثله. تمام. وقال الشافعي نافيا به اشتراكهما في وقت واحد، يعني ما ينفعش ان انا هصلي ظل وظلينه، يبقى ما ينفعش اصلي العصر وما يكون حاجه ظل واحد، لا، يبقى كده مش مظبوط الكلام، لان كده هيخش في وقت ايه؟ وقت تاني اللي هو وقت الايه؟ وقت العصر. فمستحيل يكون وقت جاي مرتين، يعني هصلي فرضين في وقت واحد. فده تفسير مين او تاويل مين؟ عمك الشافعي، صح؟ الامام الشافعي رضي الله عنه. يبقى ده حاجه مستساغه، الراجل بيتكلم بكلام عقلاني، كلام علمي، مش اي كلام. خلاص. طيب ويدل لهم خبر مسلم في حديث في مسلم: وقت الظهر اذا زالت الشمس، او اذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر. زالت الشمس يعني الشمس بدات تميل وبدا الظل هيبدا يسحب. العمود لما يكون في الفلاحين او في اي حته بتشوفوا العمود، بيبقى الظل لما يكون ما فيش ظل للعمود نفسه، يبدا وقت الظهر، يبدا لغايه ما يبدا قده مره وبعدين مرتين. انتهاء المرتين دي هيبدا الايه؟ الظله بتاعتها تنسحب، ما تبقاش لها اثر قوي يعني. يبقى العصر بعد كده مفيش ظل خالص، وهيبدا يخش الليل بقى واحده واحده كده، غروب الشمس، تبدا المغرب، الشفق الاحمر يبدا نهايه المغرب وبدايه العشاء لغايه منتصف الليل، وهكذا. ماشي يا عمي؟ فاهم يا عم زياد؟ فاهم الحكايه اللي احنا بنحكيها دي؟ طيب الظهر ابتداء وانتهاء. وقد بدأ المصلي بالظهر فهو أول صلاة ظهرت، لأنها في أول صلاة صلاها جبريل. يبقى أول صلاة نزلت في الإسلام كانت صلاة إيه؟ الظهر. صلاة إيه؟ الظهر. ولأن الله تعالى بدأ بها: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس، وسمي بذلك لأنها تفعل وقت الظهيرة أي شدة الحر، وقيل أنها ظاهرة وسط النهار، يعني صلاة ظاهرة وسط النهار والشمس واضحة والدنيا تمام منورة، هو ده الظهر. خلاص يا سيدي.
وقت وما اول وقت الظهر قلنا خلاص زوال الشمس اي وقت زوالها، يعني يدخل وقتها بالزوال، والزوال هو وقت ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلغوها اليه بحاله الاستواء، يعني الى جهه الغرب، يعني عموديه. اول ما تبدا تتجه الاتجاه الثاني، يعني انا جاي مثلا من شبين، فانا جاي العربيه خلاص ببقى عارف الصبح مثلا الشمس جايه من الشرق بتخبط في وشي كده، خلاص اول ما اركب العربيه الشمس لا جايه لي كده ولا جايه لي كده، هعرف ان احنا وقت الظهر هيبدا يشتغل. خلاص بدات الشمس تنحرف تنحرف تنحرف، على ما الاقي اول الشباك اللي على اليمين بدا ينور بسيط او تيجي عليه اشعه الشمس، يبقى معروف كده ده وقت الظهر اكيد. خلاص وانا راجع خلاص الشمس بتبدا العكس بقى، تجيني منين؟ من الايام اللي كنت جاي فيها لا فما احنا كفلاحين يعني، رحمه الله عليها جدتي رحمه الله عليها رحمه واسعه، كان في عندنا حاجه اسمها طاقه كده في البيت، اي بيت فلاح كان فيه طاقه كده بتنزل اشعه شمس. فكانت تقول لي محمد شوف يا حبيبي الشمس جه على العلامه الاولى ولا لا؟ علامه ايه يا حاجه؟ ابص انا عامله علامه بالخشبه كده او بتباشيره او حته جيره على الحيطه، ان الشمس لما تيجي هنا اهو يبقى هتقوم تصلي الظهر تجهز. بعدها بشويه عامله لي علامه ثانيه. طب ما دي ست بسيطه لا مدرسه ولا حاجه خالص. وكانت معلمه اوقات الصلاه بالشمس، تيجي على الحيطه لغايه بقدر كذا، تيجي على الحيطه الثانيه مش عارف بقدر كذا، يبقى كده العصر وجب، تقول العصر وجب يا ولد عشان هو مجهز للعصر. يبقى الناس دي كانت فاهمه. فكذلك العلماء زمان كانوا كده بيقيسوا من الظواهر الطبيعيه اللي حواليا. مش هقول لك ايه اما تيجي الساعه 3 مين يا عم، وكان في ساعه اساسا 3 ايه؟ فاهم يا عم الحاج؟ فلما جم بعد كده ظبطوا الساعه على الحاجات دي مش العكس. انت فاهم كده كويس؟ تمام. طب وقت الحرمه هو اخر وقتها بحيث لا يسعها دون عذر، وان وقعت اداء ويجري ذلك سائر اوقات الصلاه. يعني وقت الكراهه اول ما تواشيح العصر تبدا يقول لك ايه؟ وسينطلق الان اذان العصر بصوت الشيخ فلان، اجري هذا الحقيقه. طب ما انت طول النهار بتعمل ايه؟ بس كان عندنا ماتش مهم قوي، فريق حلبسه مع فريق بعزق، فكنا عاملين حلبست ايه؟ انت ضيعت الصلاه عشان حلبسه واللي يفوز كتخيبه، ويبقى يقعد يشوف فيلم ولا مسلسل ولا ماتش ولا اي بتاع، الاذان شويه كده بس ايه اللعبه دي الهجمه دي جامده قوي، هجمه في هجمه في هجمه، ننتقل الان الى اذاعه صلاه. يا نهار الضوء ايه يا راجل، انت قاعد سايب نفسك لغايه ما الظهر عدى او العصر عدى. فخد بالك وقت العصر اول وقت العصر واخره ايه بقى؟ الزياده على ظل المثل. يعني ظل المثل اهو بدا يزيد، هيبدا وقت العصر يبقى بيسميه مثليه. يعني العمود اهو قده تحت، لو قست العمود مثلا 3 متر يبقى 3 متر. طب لما قده مرتين يعني عدى المثليه، دخل في المثل الثاني، يبدا كده ايه تتجهز لصلاه العصر. ماشي يا جميل؟ طيب وزاد ادنى زياده واخره. طيب واذا صار ظل كل شيء مثله وزاد ادنى زياده واخره في اخر وقت الاختيار الى ظل المثليين. يبقى اخر الوقت العصر المثليين، يعني العصر بقت اخره الشمس بقت قد ظل العمود اللي موجود ده مرتين طوله. ما هو بعد شويه هيبدا الظل خلاص ينتهي لان الشمس مالت خلاص. بس انا بشوف الشمس ايوه ما هو كده مالت خلاص انتهت، والشمس تسحب سنه هتلاقي الدنيا ليلت ودخل المغرب. يبقى انت تاخد بالك يا عم النجم. لذلك في رمضان تبقى راجع والشمس تمام وتلاقي قران الفجر المغرب شغال، خلاص ناقص وقت بسيط يا دوب، وبتلاقي مره واحده الشمس غابت والدنيا لسه فيها نور بسيط والاذان بيأذن، انت لسه بعد 10 دقائق ربع ساعه تفطر وتخرج الدنيا ظلمت. صح؟ مش بيحصل؟ طيب على ما حمل قول جبريل في الحديث الوقت ما بين هذين الوقتين، قول جبريل في الحديث الوقت ما بين هذين الوقتين فمحمول على وقت الاختيار، يعني براحتك، لكن ما تجيش ايه تبدا بعد زوال الظل او الظل يبقى مثلين وتقول حصل الظهر. طب انت كنت فين حضرتك؟ انت فاهم مع عمرو زياد معانا ولا مشغول؟ طيب والدليل من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعه. الحمد لله الاذاعه بتاعتنا المصريه يقول لك ايه؟ ومن لم يستطع ان يؤدي صلاه الفجر حاضرا فليقم فان شروق الشمس سيكون في 7 إلا الربع، فحريص او حري بنا ايها المسلمون ان ندرك صلاه الفجر فمن صلى صلاه الفجر. ويقعد يدينا كلام جميل قوي. يعني يا جا اولاد هو قوم صلي، يعني نازل يلا يلف على البيوت يخبط عليهم قوم صلوا. يعني حتى الاذاعه ما كانش فيه لا اذاعه ولا عمك عبد الصمد ولا كان زمان الدنيا هس، وكانت الناس بتقوم تصلي وتروح تصلي. خلاص يا جميل؟ طيب متفق عليه. ادرك وركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. الشمس ما غابتش وجيت لحقت الايه؟ صليت ركعه، لحقت ركعه يبقى ادركته، بس انت يكون لك عذر، ما يكونش انت بمزاجك ومديها سكه يعني.
وروى ابن ابي شيبه باسناد عن مسلم وقت العصر ما لم تغرب الشمس. طالما الشمس موجوده ايده قدامنا اهي، اي موجوده، خلاص يبقى ده وقت العصر لسه ما خلصش. طب بدات الشمس تبدا تتسحب مني كده وحسيت هوب، الحق نفسك يا عم الحاج لو عندك ظروف منعاك جامده، مثلا ما فيش ميه ومستني تيجي وفي لا تيمم الحق صلي. اوقات العصر بقى وقت فضيله اول وقت، وقت اختيار الى ان يصير الظل ايه كل شيء مثله، وقت عذر لمن يجمع مع الظهر، وقت ضروره تلحق نفسك عشان خلاص يخش الفجر اللي بعده، وقت جواز بلا كراهه الى ان تصفر الشمس، وقت كراهه اذا اصفرت الشمس، وقت حرمه واخر الوقت بغير لا يسعى الوقت ما تلحقش تصلي. يعني بتقول الله اكبر وبدا الله اكبر الله اكبر، دخل يا عنب دخل الصلاه اللي كنت لسه الله اكبر وتقول الله اكبر، طب تكبر ليه حضرتك؟ المغرب خلاص يبقى كده انتهى. المغرب بقى يعني ما ينفعش يصليها يعني؟ ما هو خلاص سقط الفرض عليك يا حبيبي، انت كده مش سقط الفرض عليك، انت دخلت في الحرمه، انت دخلت كده ما صليتش يا حبيبي، انت كده بتصلي ايه؟ بس لو عنده عذر عادي. لو عذر، ما احنا قلنا العذر بقى مش بنتكلم على العذر، احنا بنتكلم على الواحد اللي بيستهبل. لكن انت مثلا عندك عذر ومش لاقي، فالعذر يدرك قبل الاذان اللي بعده، يعني مثلا انا مش لاقي ميه وعايز اصلي، بحثت على الميه، قلت استنى شويه يمكن ربنا يكرمنا بميه، ها انت عارف خلاص الحق نفسك قبل المغرب ما يخش، دخل عليك بحرام عليك، لانك انت كان في امكانك ان تتيمم وتصلي، ما صليتش ليه؟ ايه اللي منعك؟ ماشي يا عم زياد. المغرب سميت مغرب لفعلها عقب غروب الشمس، متعلقه بالغروب يعني. وقت المغرب للمغرب وقت واحد هو اي لا اختيار فيه. عندنا في يقول لك المغرب غريب، المغرب غريب يعني الحق هاته، مفيش وقت انك انت تقعد تتدلع. ماشي يا سيدي. واول يدخل بعد غروب الشمس، الدليل حديث جبريل عليه السلام، الحديث اللي بعد. الى متى يمتد وقتها؟ الى القول الجديد. لما اقول القول الجديد يعني مذهب الامام الشافعي. ماشي يا حبيبي. القول الجديد بمقدار ما يؤذن لوقتها ويتوضا ويستر العوره ويقيم الصلاه، هي الوقت ده الاذان ياذن، مقدار ما يتوضا ويصلي ركعتين لو هيصلي مثلا ويقيم الصلاه، يبقى ده الوقت بتاعها. غير كده يا عم انت بتهزر. جبريل فعلها في يومين في وقت واحد بخلاف غيرها، يعني جبريل ما صلاش في اول واخر، لا جبريل صلى مره واحده بس، فكل فرض صلى سيدنا جبريل في اول الوقت واخر الوقت عشان يدرك يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم اول الصلاه ايه واخرها ايه. اما المغرب ما فيش اول واخر، هو وقت واحد راح نصلي فيه وخلاص انتهى. فهمتوا كده يا عم الحاج؟ فاهم القصه اللي بحكيها دي ولا معايا؟ تمام. ما المراد بالخمس ركعات ولما ذكر الامام 7 ركعات وما الاعتماد فيما ذكر؟ المراد بالخمس ركعات المغرب السنه بتاعتها البعديه، عندي سنتين بعد المغرب. وذكر الامام 7 ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على انه يسن ركعتين قبلها. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يبقى عندي 2 4 و3 المغرب، يبقى كده كام؟ 7. فاهم حاجه؟ هو ايه الصلاه اللي ما فيهاش سنه تقريبا؟ ما الصلاه المغرب ما فيش سنه قبليه، الناس متعوده على كده، لكن لو صلى ما فيش مشكله. ليه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. خفيف ركعتين خفيف كده خلاص. ده تمام. العصر ملوش بعدين. تمام خلاص كده. ويعتمد على القول القديم حتى يغيب الشفق الاحمر، الدليل قد ثبت فيها احاديث في مسلم فيها خبر وقت المغرب ما لم يغب الشفق. يبقى الشفق اللي هو احنا في الفلاحين بزمان، والناس هنا في المدينه عشان الاضاءه شديده ما تاخدوش بالكم قوي، او اللي عندها بتبقى ايده بدري. في الفلاحين كنا نيجي من الغيطان زمان قوي نلاقي فيه شفق، كنا احنا صغيرين نقول بص والعياذ بالله كل واحد شوف جهنم واحنا صغيرين مش عارفين حاجه، فكنا نشوف الشفق الاحمر دون، او بص الكفار بيتعذبوا ازاي واحنا صغيرين، نبص على الشمس وهي بتغيب وعامله الشفق احمر كله في السماء، فاحنا نقول لك دي النار اللي بتعذب فيها الكفار. فكاطفال بقى تفكر اطفال، فكنا بنيه واحنا صغيرين، فالحكايه دي مظاهره عندنا كنا بنشوفها زمان يعني قبل النور ما يبقى جديد او كده. كيف توجه حديث صلاة جبريل في يومين في وقت واحد مع حديث مسلم؟ أما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما هو مر، وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة، يعني الكلام ده جه في المدينة، لما جه بعد كده صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة واستقرت الحالة بدأ الكلام ده يظهر، وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة أصح أسانيد، يبقى المدينة أكثر رواة أصل. ليه؟ النبي كان عايش وسطهم، يبقى أكثر ناس سمعوا النبي المدينة، وأكثر ناس عملوا فعل النبي المدينة، واكثر ناس عملوا فيها الصحابه المدينه، يبقى اقدم قول المدينه على مكه، قول المدينه. خلاص. العشاء اذا غاب الشفق الاحمر، لسه بحكي دلوقتي بتاع اللي احنا كنا عليه الجهنم بتعذب فيها الكفار دي، فده خلاص احنا شو بنشوفها، وتبدا اول ما نروح تلاقي الدنيا بدات تنتهي السواد، الحمار ده ينتهي وتبدا ان هي تليل ما تشوفش حاجه، فيبقى كده بدا وقت الايه؟ وقت العشاء.
ما حكم لا عشاء لهم بأن يكونوا في نواحي لا يغيب فيها الشفقين وما قياس؟ في بلاد ما فيش عندنا الكلام ده، في ظاهرة معينة تقعد الشمس موجودة فترة طويلة جدا والشتاء موجود، ما فيش شمس فترة طويلة، نعمل ايه؟ هيقدروها. من لا عشاء لهم بأن يكونوا في نواحي لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب الشفق، هيقدروها بالوقت بقى. شوفوا البلد الثاني بيحصل قد ايه وقد ايه الوقت بين ده وده، يقدروا يقدروها هم ويصلوها بأقرب. حتى في الصيام نفس الكلام، ما فيش عندهم يعني نهار مثلا، ما فيش ليل، 6 اشهر نهار و6 اشهر ليل. طب احنا نقعد بقى نعمل ايه؟ هنقعد نصوم 6 اشهر يعني هنعمل ايه؟ ونفطر اخر 6 اشهر لما الليل يجي؟ يعني ايه ده؟ لا، بنقسمها كوقت ايه؟ كوقت نقدره كده ونشتغل عليه. طيب، ما على عادم القوت المجزئ في الفطر ببلده، يبقى البلد بتاعته. فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا، اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لهم، إنهم يصرون بقدر ما يمضي من ليلهم، لأنه ربما استغرق ليلهم كله. أذكر ما قيل في آخر وقت العشاء في الاختيار، وما دليل الراجح. آخر وقت في العشاء في الاختيار في ثلث الليل لحديث جبريل السابق. أما قالوا بالنسبة لله الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار وليس الجبر، مش إجباري. وقيل آخر نصفه أي إلى نصف الليل لخبر الحاكم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. ده دليل رجحه النووي خلاص في شرح مسلم، طبعا وشرح مسلم. وآخر وقتها الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. في حاجة اسمها الفجر الأول، في حاجة اسمها الفجر الثاني، بيسموه الصادق والمش عارف إيه. لا، هو ده في ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على ما لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. يعني بيجي إيه؟ الليل يبدأ يخش، يحصل ليل شديد قوي قوي، والناس تعرف إن وقت في بعض البلاد يأذنوا أذانين للفجر. أذان الأول الناس تصحى وتهدى كده، وكان بعد 50 دقيقة تقريبا أو أقل أو كثير إيه يأذنوا للفجر الثاني. خلاص كده. وخرجت الصبح من هذا الحديث بالاخر، يبقى اول هنا بقى اول الوقت واخره، فبقى على مقتضاه وعلى غيرها. وخروج الفجر الصادق الفجر الكاذب. ما الفرق بين الفجر الصادق والكاذب؟ الفجر الصادق هو المنتشر ضوءه معترض نواحي ايه؟ نواحي السماء. الكاذب هو الذي يطلع فيه الضوء مستطيلا، يعني ضوء كذنب الذئب، يعني يطلع ضوء زي ذنب الذئب وتعقبه ظلمه، يجي ايه؟ ضوء خفيف وبعدين ضلمه شديده وبعدين النهار يبدا يطلع، ماشي كده. فده الفرق بين الصادق والكاذب. اوقات العشاء 7 اوقات. وقت بقى الضوء الشديد بيبقى ايه؟ الضوء الشديد بيبقى انهي فجر، الاول ولا الثاني؟ ما هو الاول بيجي ضوء توهم ان الفجر جه، ويجي ليل شديد تاني، ضلمه تاني، ويبدا يسحب اضاءه تانيه. فهمت كده؟ فانت ما تخدعش بالوقت ده اسمه وقت. في وقت حاجه اسمها وقت كاذب ووقت صادق، فجر الكاذب وفجر صادق. طيب، وقت اختيار الى ثلث الليل وقيل الى نصفه بالنسبه لايه؟ للعشاء. ثم وقت جواز الى ما قبل طلوع الفجر. وقت حرمه هو فعلها اخر الوقت بحيث لا تتسع الوقت، يعني اول ما تيجي التواشيح بتاعه الفجر تقوم تصلي الايه؟ العشاء. طب ما انت قدامك الدنيا كانت واسعه يا ابن الحلال، لا اله الا الله. وقت ضروره، وقت عذر، وقت الغروب لمن يجمع. وقت كراهه هو ما بين الفجرين اللي هو الفجر الصادق والكاذب. الصبح ابتداء اول النهار، سميت الصبح لفعلها في اول النهار الذي هو معنى الصبح. وأول وقتها طلوع الفجر الثاني أي صادق لحديث جبريل، فإنه علقوا على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، إنما يحرمان بالصادق. يعني أول ما يجي زي احنا نقول لك إيه؟ ما تدفع له مساك مش عارف اضرب، هو ده يروح مضرب. احنا ما ناكلش بقى، في ناس ما بتاكلش وتستنى مثلا يعني، فيقول لك كده. لكن هو الكلام على قبل الأذان على طول، قبل أذان الفجر. وآخر وقت الاختيار الأسفار وهو الإضاءة لحديث جبريل وقول فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار. ويخرج وقت الجواز إلى طلوع الشمس لحديث مسلم. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى ما لم تطلع الشمس، يعني من الفجر لغاية قبل الشمس ما تطلع 6:30 و5 ألحق أصلي، لأن هيبدأ بعد في إلا ربع هيبدأ الفجر الشروق يعني، خلاص طلوع الشمس أقصد يعني، خلاص يبقى أنت لحقت كده الإيه؟ الفجر. والمرأة بطلوع بعضها لأن وقت الصبح يدخل بطلوع فجر الإيه؟ بعض الفجر، فناسب أن يخرج بطلوع الشمس من مشرقها. أوقات الصبح 5. وقت فضيلة الأول طبعا أول ما يأذن. وقت اختيار في الإسفار. وقت جواز بلا كراهة إلى الإحمرار. وقت كراهة إلى ما قبل طلوع الشمس بعد الإحمرار. قبل إن الشمس بتيجي، الناس لما بتيجي شغلها الصبح تلاقي في حتة حمراء في السماء ولسه الشمس ما طلعتش. يعني احنا جايين الصبح للشغل مثلا، زمان كنا بنيجي المعهد زمان، فكنت اركب عندنا مثلا بعد الفجر، على ما اوصل شبرا الاقي الدنيا بدات تحمر كده شويه والشمس لسه ما طلعتش. تبدا الشمس تطلع بقى ايه؟ تلاقيها طالعه كده،
لكن بيسبقها احمرار. فالوقت ده انت كده حضرتك زنقت نفسك لغايه الوقت ده ليه؟ خلاص يا عمي، يبقى ده وقت كراهه. ان الوقت بيبدا يظهر لون معين في السماء، بتبدا انت تعرف منه ان النهار بدا يطلع. ده الاصفار. الاحمرار. لا انا عايز الاصفار. الاصفار ايه هو؟ الاصفار العكس في الغروب، الشمس بدات نفس الكلام يحصل ايه، تغيب بيحصل صفار وبعد كده يبدا الاحمرار. فانت كده انت ايه اللي اخرك لغايه الوقت ده؟ يبقى انت تدرك في اوله. وقت حرمه وقت فعلها في اخر الوقت بحيث لا يسعى. هل صلاه الصبح نهاريه ام ليليه؟ صلاه الصبح صلاه نهاريه، يعني واحنا بنصلي الفجر لو الدنيا ما فيش اصلا اضاءه خالص هنلاقي فيه بصيص نور، شايفين بعض، احنا شايفين بعض، مش ضلمه قوي، مش شايفك وخبط وردوسك مش شايفك، لا انا شيء يعني عارف ان انت جنبي في الصلاه، مفيش نور خالص، لو نور قاطع يعني. قضاء الفوائد. حكم القضاء الفوائد: ان فاتت بلا عذر يبادر بقضائها وجوبا، وان كان بعذر كنوم ونسيان يندب. يعني انا كنت نايم، طب انا كنت نايم ومصلي، يا نهار ابيض الصلاه، يبقى انت كده لا تؤاخذ على ذلك، ولكن تبقى حريص انك انت تصحى. طب واحد بقى بيستهبل، مفيش عذر، مقضيها، ده حرام عليه، خلاص كده. ما الذي يسن عند قضاء الفوائد؟ الفائده تقديمها على الحاضر يسن بشرط ان لم يخف فواتها. يبقى هنا قال لك ايه الحكايه دي؟ ترتيب الفائته وتقديمها على الحاضر. انا الظهر ما صليتوش وصحيت العصر، هصلي العصر ولا الظهر؟ ها؟ العصر ولا الظهر؟ الظهر الاول. طب لو صليت جماعه ادرك الجماعه في العصر، وبعدين اصلي الظهر وبعدين اصلي العصر تاني، عشان الترتيب. خلاص. والى هنا جيت الاسئله. ارجو حضرتك ما نغلطش غلطه باشا ونحل الاسئله لو سمحتوا يا رجاله، في ورقه فلوس كده وتحل الاسئله.